السلام عليكم ورحمة الله. بنواحي مدينة الدار البيضاء، واحد السيدة عندها 67 سنة. توفى الزوج ديالها، عندها جوج ديال الولاد، الكبير 35 سنة والصغير 27 سنة. الولد الكبير خرجوا الاب ديالو من القرايه فاش كان كيقرا في السادس ابتدائي، بغا زعما يتعلم الصنعه. هو كان خياط ديال السدادر، جابوا لعنده باش يخدم معاه، ولكن الولد غير شويه ما حملش ديك الخدمه، بقى كيهرب ليه. باه كان كيجيبو معاه صحه، النهار اللي كيهرب ليه كيشدو كيضربو. بقى على هذا الحال حتى لواحد النهار هرب من الدار، مشى تلاقى مع شي شماكريات تبلا ولا كيسرق عباد الله، يتعدى على الناس. باه ما خلاه فين قلب عليه ما لقاش، مشى دار بلا اختفاء والو. حتى لواحد النهار اتصلوا به البوليس، خبروا ان الولد شد في شي مضاربه وتحكم عليه ب3 سنين. دوز الحبس ورجع لدارهم، ولكن فاش خرج من الحبس عاد ما زاد فيه، ولا ديما محيح في الزنقه يحضر على عباد الله، واللي يهضر معاه كيقول لي انا غير حباس، ما عندك ما تصور مني. ديما مضاربه مع الدراري حتى لواحد النهار ضرب مع شي واحد، جاب باه دخل بيناتهم، جات فيه ضربه بالجنويه، طاح مات في البلاصه. داك الولد اللي كان مضارب معاه شد حيت هو اللي كضربو، بقى هو في دارهم مع مو خوه. واخا هادشي كامل اللي وقع للاب ديالو بسبابو ما تدارش، بقى الحال هو الحال. خوه الصغير كان العكس ديالو، كما قرايتو خدام درويش مقابل خدمتو دارهم، هو اللي كان كيصرف. شرى ليه واحد ريبورتور باش يخدم عليه، حتى كيخليه حدا الباب، كيبات محيح في الزنقه، يصبح ناس حتى لديك الوحده الجوج، كيمشي يضرب بيه دويره ويرجع للدار يحطو ويمشي عاوتاني يحيح. الصباح فاش كيكون ناعس، يا ويلها شي دوز من تما وتهضر، ولا شي دراري الصغار كيلعبوا كيخرج ليهم كيسبهم، يقول لهم ما خليتونيش الناس. وكان حاضر غير على العيالات، الدراري الصغار البنات، الرجال كانوا كيسلخوا مزيان الا شدوه. المشكل شي ناس نقيين خرج عليهم، شي مره سب شي مره، جا ولادها جوج تحاماو عليه، هرسوا ليه سنانو هرسوا ليه يديه، ديكلارا بهم، شدوه وتحكم عليهم بشهر. حتى لواحد النهار شي بنت جيرانهم غاديه تخدم، كان عندها الليل غاديه البلاكه ديال ترونسبور، الحومه كلها كانت كتعرفها وكيحترموها، الا هو مشى ليها قال لها راه تمشي معايا. جا واحد الولد فكها منه، مشات لخدمتها، فاش رجعت في الصباح قالتها لعائلتها. مشى ليه واحد خوها ومع جوج ديال ولاد خالته، فدقوا، خرجت الام ديالو، هو تخبى خاف منهم. بقات امو كتطلب فيهم، هو طلع للسطاح، هز شي ياجور تما كان قديم مهرس، جلس كيشير عليهم كيقول لهم سيروا بحالكم ولا غادي نهرس لكم راسكم. هما كانوا بغاو يطلعوا ليه، ولكن الام ديالو بقات كتعافر معاهم تما. مشى هز واحد الياجوره كبيره وكانت راشيه، جا طلع عليهم، طاح ليه النص ديال ديك الياجوره، ما غادي يجري في الراس ديال مو، طاحت ريبات. اتصلوا الناس بالاسعاف، جاو لقاوها ماتت. اتصلوا بالبوليس، جاو تشد هاد الولد هذا وتحكم عليه ب 25 سنه. ولا حول ولا قوه الا بالله.